جماهير الزمالك بتواجه اكبر مشكله حاليا. ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل تهويشه. خلينا نبدا حلقتنا بالصلاه والسلام على اشرف الخلق واحسن الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا نبي الله. هبدا حلقتنا معاك كده بكام خبر حصري لازم انت تكون عارفهم. زي ايه مثلا؟ زي ان بيراميدز هيمشي باتشيكو وعايز يجيب مدير فني محلي. هو طبعا علي ماهر. علي ماهر من احسن المدربين المحليين في مصر. علي ماهر فعليا يمكن من احسن المدربين بشكل عام في مصر. يعني علي ماهر ممكن تقارنه بكولر او تقارنه بباتشيكو او تقارنه باي حد اصلا اجنبي. علي ماهر مدرب كويس جدا. طبعا كلنا شفنا عمل ايه مع فيوتشر وعمل ايه مع المصري. علي ماهر مدرب كويس جدا بيقدر انه يحول الفريق من وضع ان هو يكون في حاله ان انا ما عنديش فكره او ما عنديش جمله بقدر انفذها، لخلي ان الفرقه تقدر انها تنفذ جمل في ارض الملعب. فخطوه كويسه جدا لنادي بيراميدز انه يتعاقد مع علي ماهر، وباذن الله تكون تجربه حلوه على الاثنين، ويقدر سواء علي ماهر او بيراميدز ان هم يحققوا مع بعض نتائج والقاب في حال ان بيراميدز يبحث ويتوالى البحث عن البطولة الأولى في تاريخ النادي. تاني خبر عايز أقوله لك هو سيراميكا كليوباترا يفوز بموهبة نيجيريا، وهو مهاجم بلدية المحلة اسمه فابيو أكيم. فابيو أكيم يمكن من اللاعيبة الكويسين قوي في الدوري حاليا عندنا، عامل أداءات عالية. اللي سبوت متسلط عليه جامد قوي، الكشاف عليه الناس كتير قوي مهتمين بيه. الزمالك كان مهتم باللاعب، طبعا الزمالك عشان كده انا عايز اقول لك، قلت لك سيراميكا يفوز لان اللاعب كان بيراميدز عايزه تاخده والزمالك عايزه تاخده، ولكن سيراميكا كليوباترا قدر انه يفوز بخدمات اللاعب النيجيري. اخر حاجه بقى عايز اكلمك عنها هو كأس رابطة الأندية المشتعل. فعليا عايز اقول لك ان احنا ملهيين في بطولة افريقيا، وفي بطولة مشابهة شغالة عندنا محلية. فعليا ده اللي بيكسب يتأهل واللي بيتعادل يطلع والدنيا بايظة. عايز اقول لك ان في لحد دلوقتي 4 فرق حسموا التأهل لحد يعني لحد دلوقتي. في بكره وبعده تقريبا الجولة، يعني الجولتين الأخيرة، الجولة الأخيرة خالص. يعني في مجموعتين هيلعبوا كل مجموعة ليها جولة. حلو. فانت عايز اقول لك ان لحد دلوقتي الجولة الأخيرة محدش فيهم اتحسب من الاربع مجموعات دول انه يتأهل، ولكن الاربعة اللي تأهلوا هما الاتحاد السكندري سيدي البلد وسموحة الطوفان الازرق. عايز اقول لك ان عندك فرقتين من اسكندريه متاهلين لدور ربع النهائي، ويوانسهم سيراميكا كليوباترا ونادي انبي. وعايز اقول لك على الماتشات اللي متبقيه، في بعض الماتشات جامده جدا لو انت متابع الحاجات المحليه. عندك المصري هيلاعب الجونه، والمقاولين هيلاعب البنك الاهلي، وبيراميدز هيواجه زد، هيكون ماتش قوي جدا. وفاركو هيلاعب طلائع الجيش. من وجهة نظري اقوى ماتشين هو ماتش المصري وماتش بيراميدز وزد. خلينا بقى نروح على نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي جماهيره غضبانة جدا 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 على السوشيال ميديا، وبعض الجماهير الزملكاوية يعني صوروا او شبهوا الوضع اللي الزمالك فيه بالفضيحة للزمالك. قال لك نادي الزمالك راح الامارات اتعمل عليه فضيحة ب7 مليون جنيه. طبعا مع التشبيه للزملكاوية، بص انا عايز اقول لك على حاجة. طبعا انا مش زملكاوي، ولكن انت علشان بتحب فرقتك او انت خايف على فرقتك ما تحاولش تشبه وضع فرقتك فيه يكون قاسي قوي على اللعيبة او الجهاز الفني. ليه؟ انا لسه هكلمك في اللي سبب كل ده للزمالك، ولكن انا هكلمك في ان فكرك انت كمشجع ممكن تدمر فرقتك. بمعنى فرقتك يا حبيبي بتمر بوعكة. ايه هي الوعكة؟ فرقتك كانت متدمرة، فعليا متدمرة، عليها شوية ديون كتيرة جدا، في ظل ان انا اصلا عندي لعيبة كسر. مع احترامي للزملكاوية بقى، ما الزمالك فيه شوية لعيبة كسر. الزمالك فيه شوية لعيبة انت كزملكاوي متأكد 100% ان اللاعب ده لا يستحق، ما يستحقش يلعب اصلا في الزمالك، عشان نكون انا وانت مع بعض على نفس الخط.
فما تجيش انت عارف ان لاعيبتك عندك شويه لعيبه كسر، وما عندكش اللعيبه اللي بالامكانيات اللي هي تخليك تكسب البطوله، في ظل ان اصلا زيزو وفتوح احسن اتنين في الفرقه عندك بيلعبوا مع المنتخب الوطني. فما تجيش تكون قاسي على الفرقه بتاعتك ان هي اصلا راحت تلعب بطوله وديه. دي بطوله وديه، الهدف من البطوله الوديه انا قلت لك قبل كده، قلت لك الزمالك لو هيلعب البطوله الوديه دي عشان الهدف استقرار الفريق وان يكون ده دافع معنوي وحافز للاعيبه، تمام. ولكن الهدف الرئيسي اللي بيبقى من البطولات الوديه هي الماده. بعض الانديه بتشوف الفلوس هتيجي منين وتروح، والزمالك في ظل احتياجه الشديد لاي جنيه ممكن يخش الخزنه بتاعته. عشان ابقى معاك صريح جدا، انت كزملكاوي عارف ان عمرو ادهم عضو مجلس الاداره يعني هو اللي ظابط الدنيا شويه. ويمكن عمرو ادهم عمل قلق كده على السوشيال ميديا وبالاخص على منصه تويتر بالتصريح اللي قاله. طبعا هقوله لك، بس خليني اكمل لك كلامي عن نادي الزمالك. انت دلوقتي جماهيرك بتحاول تشجعك عشان تشجع النادي بتاعك، خليك واقف جنبه. يعني ما تزودش البلا، يعني زي ما بيقولوا كده ما تزودش البلا طين، فاهم؟ ما تزودش الضغط اللي على فرقتك، اصلا ان فرقتك اوريدي عنده ضغط جوه النادي وضغط في الماتشات، ان هو بيلعب ماتش المفروض يحقق نتيجه كويسه عشان يرضيك. ولكن عشان اكون برضو صريح معاكم، النتائج نفسها كانت صعبه على جماهير نادي الزمالك وكانت صعبه على الزملكاويه عامه. انا جايب لك بقى اخبار ساره، بس قبل ما اقول لك الاخبار الساره خليني احكي لك حكايه عمرو ادهم واشرف عبد العزيز محامي كهرباء. عمرو ادهم من فتره نزل على تويتر ان محامي كهرباء اشرف عبد العزيز قدم بعض التسويات لاداره نادي الزمالك، ولكن اداره نادي الزمالك رفضت التسويات بالاجماع. يسكت؟ ما يسكتش. يجي اشرف عبد العزيز يوم جاي منزل البوست سكرين شوت وكاتب على البوست عمرو ادهم قال ده وانا هرد عليه. حلو، احنا ملناش دعوه دول بيعملوا ايه، دول لا يمسوا الانديه بشيء. ولكن كل واحد بيقول كلمه على النادي التاني بتتحسب على النادي. عشان اكون معاك واضح، انت عضو مجلس الاداره، لو قلت كلمه هيجي واحد شبهي كده بيقدم محتوى او واحد بيقول اخبار هيقول لك نادي الزمالك يصرح. فعشان تكون واضح حاولوا ان انتوا تحافظوا على كلامكم شويه عشان خاطر سمعه الانديه. ولكن نرجع لموضوعنا تاني. يجي اشرف عبد العزيز يكمل الحكايه اللي بقول لك عليها ويقول انا ما قدمتش اي تسويات خالص لنادي الزمالك، واحنا ما قدمناش تسويات اصلا لنادي الزمالك، ولو انتوا عندكم تسويات ابقوا اعرضوها علينا. هنا انت بقيت في حاله، انا واحد كمشجع مثلا، سواء انا بالذات بالاخص لو زملكاوي، انا نفسي ازمه كهرباء تتحل، لان انا عايز الزمالك يبقى فرقتي فيها فلوس ويظبط حالنا الخزنه بتاعتنا. فانا بالنسبه لي انا عايز حل وعايز تسويه، انا عايز فلوسي تجيلي باي شكل من الاشكال. وضح لي مين فيكم الكذاب من مين فيكم الصادق. هل اشرف عبد العزيز كلم الزمالك فعلا ولا هو ما كلمهوش، ولا مين فيكم الصادق من مين فيكم الكذاب؟ بلاش تحط بلاش إدارة نادي الزمالك وممثلين إدارة نادي الزمالك يرجع من أول وجديد يلعب على مشاعر الجماهير الزملكاوية ويحط في دماغكم فكرة طب مين صادق من مين كذاب. خليك صريح 100% مع جمهورك، علشان جمهورك هو الوحيد اللي هيساندك ويقف جنبك في المواقف الصعبة اللي زي دي. تعال بقى أقول لك أخبار سارة عن نادي الزمالك. وهو نادي الزمالك بيحاول يجيب 2 لاعيبه، ونادي الزمالك يتفاوض بشكل رسمي وصريح مع الفلسطيني ياسر حمدي. هو بيلعب في مركز الدفاع، قلب الدفاع. الراجل دلوقتي بيمثل منتخب بلاده منتخب الفلسطين ان شاء الله، والحمد لله. يعني منتخب فلسطيني يعبر دور المجموعات ويوصل لدور ال16 في دوري اسيا. وباذن الله منتخب الفلسطيني يقدر انه يمثل نفسه ويكشر عن انيابه ويعرف الناس كلها ان في دولة وفي بلد اسمها فلسطين يمثلها المنتخب الفلسطيني. ان شاء الله يقدر انه يوصل لمربع ذهبي، وباذن الله يقدر نوصل نهائي، ويا رب كلنا طبعا نتمناها ان المنتخب الفلسطيني يكون قادر على احراز البطولة، رغم ان هي شيء صعب شوية، ولكن كلنا نتمنى هذا. المدافع الفلسطيني حاليا يمثل منتخب بلاده. لو عايز ان انت تتفرج عليه بطريقة رسمية تقدر ان انت تخش تتفرج على ماتش المنتخب الفلسطيني في دور ال16.
تاني مهاجم هو الياس الجلاص، سوري عفوا بالظبط يعني الياس الجلاصي التونسي اللي بيلعب في نادي المصري. الزمالك يفاوضه بشكل رسمي، الزمالك قدر انه ياخد الموافقه على انضمام اللاعب من وكيل اللاعب نفسه، والصفقه تقريبا شبه تمت، ولكن الزمالك في انتظار حسم الرد من اداره نادي المصري. طبعا انت قاعد دلوقتي مستنيني هقول لك ايه عن الاهلي، رغم ان انا ما جبت سيره الاهلي في الحلقه كلها اللي اتقالت لك من دقيقتين دي. بس انا عايز اقول لك حاجه قبل ما ابدا اخش لك في النادي الاهلي، هو حاجه ملهاش علاقه بالبرنامج ده، هي المفروض اقولها لك في برنامج كان 2023. انت لو متابع في كان 2023 هتلاقيني حتى قايل لك اصابه الشناوي واصابه امام عاشور ومعظم يعني الاخبار كنت حاططها لك في البرنامج التاني. يعني النهارده بقى عايز اقول لك على حاجه ما هتخصش البرنامج ده، هو رد حازم امام. حازم امام بعيد بقى، دلوقتي انا بكلمك في منتخب مصر، دلوقتي انا قدرني واقف في برنامج كان 2023. حازم امام مع احترامي الكامل لمسيرتك الكرويه وخبرتك في الحياه وفي الكوره اصلا، حلو كده، بس حضرتك معلش ما تجيش تطلع لي بتصريح وتقول لي الحظ والتوفيق ما كانش جنب المنتخب المصري. ما انا في حركه مش هينفع انت عملتها اوريدي، انت اوريدي يا كابتن حازم امام، انت متعادل 3 تعادلات حلو كده، وتأهلت ب3 تعادلات علشان خاطر موزمبيق اتعادلت مع غانا في الدقايق الاخيره. فمن اي ناحيه انت بتقول لي الحظ والتوفيق ما كانش جنب منتخب مصر؟ ده يا راجل ما كانش فيه حاجه غيره جنبنا يا عم، ما كانش فيه حاجه غير الحظ والتوفيق جنبنا. اه والله. ودعوات 120 مليون حلو كده، 80 مليون منهم امهات، فدعوه الام بسم الله ما شاء الله. فما تقوليش بقى الحظ والتوفيق، وده احنا ماشيين ببركه ربنا وماشيين بالدعاء، اقسم بالله لحد دلوقتي مستوانا في بطوله افريقيا بالدعاء. عندك 5 لعيبه ولا 6 لعيبه لو عديتهم لك على الصابع هم دول منتخب مصر، من غيرهم مش هيبقى في منتخب مصر. عشان اكون معاك صريح وواضح، يعني هم كام لعيبه من ضمنهم في واحد اتصاب اهو، وامام عاشور يغيب رسميا عن مباراه الكونغو بسبب حاجه واحده بس، ايه هي؟ ان في يعني للحفاظ على الامن وامان اللعيبه وسلامتهم في كده بند ينص بالذات لاصابات الراس. ايه هو؟ ان البند ده بينص على ان اللاعب في حاله ارتجاجه للمخ لازم يريح، يقعد كده من غير تدريبات لمده 4 ايام، ما يتدربش اصلا 4 ايام حلو كده، ويبدا انه يرجع للمشاركه بعد اسبوع 7 ايام كاملين 100%. يعني ما تجيش في اليوم السادس تقول لي ده النهارده يوم السابع يلعب، لا لازم اليوم السابع ده يعدي. حلو كده، حلو. طيب ايه بقى المشكله دلوقتي معانا في النادي الاهلي؟ ان هم حوروا علينا يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لك كده، طلع الجهاز الطبي لمنتخب مصر وقال لك يا جماعه ده امام عاشور كان بيعمل دبل كيك ووقع فجاله اصابه ارتجاج في المخ. بصراحه نوعا ما يعني عشان اكون معاك واضح، انا قلت لك السبب ده في البرنامج التاني، بس انا لما جيت قلت لك السبب ده كان اصلك هو الوحيد اللي قدامي، فانا مجبر اصدقه. ولكن من وجهه نظري انا ما كنتش مقتنع. ليه؟ اصلك انا دلوقتي طالع اعمل باكورد يا راجل، ده انا لو ملعب في ملعب خماسي وطالع في باكورد كده لوحدي في الهواء، انا عارف امتى طلعت وامتى هنزل، فانا بالتالي هعدل جسمي، عشان لو ما عدلتش جسمي يبقى انا انا اصلا غير اراديا، يعني بطريقه غير اراديه هعدل جسمي مش هنزل على دماغي. ولكن تبان التصريحات وتبان بقى الدنيا، وكان اصابه امام عاشور سببها كالاتي: كره مشتركه في الفضاء، ولكن زميله في المنتخب الوطني الاسم ما اتقالش عشان ما اكونش معاك بحور عليك، اسم اللاعب ما اتقالش حفاظا على يعني ايه ان جماهير الاهلي ممكن تهاجم اللاعب، انت غلاوي وانت فحفاظا على كل البلبله دي اسم اللاعب ما اتقالش. وعايز اقول لك على حاجه، ان الخبر اللي بقولك ده خبر متسرب اصلا، حلو كده. فالكرة كانت مشتركة، فالاتنين لعيبة دخلوا في بعض، فإمام عاشور نزل على دماغه، فبمجرد ما نزل أسرع الجهاز الطبي للدخول إلى الملعب لإمام عاشور، لأن إمام عاشور محطش منطق، نزل.
ولكن الحمد لله امام عاشور حاليا في احسن حالاته، الحمد لله حالته مستقره، والراجل النهارده خرج من المستشفى وقدر انه يوصل لمعسكر المنتخب الوطني لموانسه زملائه في الفريق في التدريبات وكذلك. اصابه محمد الشناوي هي اصابه دراماتيكيه، انا عايز اكلمك فيها شويه. الشناوي هيتصاب 4 شهور. في الاربع شهور دول تعالى لي كده، انت عندك 43 ماتش في النادي الاهلي، احنا مالناش دعوه بقى دلوقتي بالمنتخب، عندك 43 ماتش للنادي الاهلي، 28 في الدوري، وعندك نهائي كاس مصر مع الزمالك، وعندك 5 مباريات في كاس مصر في حال وصول النادي الاهلي الى النهائي، وعندك 9 مباريات في افريقيا في حال وصول النادي الاهلي الى النهائي. يعني اجمالي الماتشات زي ما قلت لك 43 مباراه. 43 مباراه دول في قد ايه؟ في نفس الاربع شهور اللي الشناوي هيصاب فيهم بمعدل 10 مباريات في الشهر. معدل 10 مباريات في الشهر، انت عارف ضغط الماتشات اللي النادي الاهلي فيه؟ فالنادي الاهلي يلجأ مارسيل كولر ويمكن مدرب الحراس وشركة الكرة، عملوا اجتماع كده مع بعضيهم، يا جماعه دلوقتي احنا عندنا 1 2 3 والشناوي اتصاب، واحنا عندنا 2 حراس حلوين جدا ولكن خبراتهم ضعيفه، فانا مش هينفع اعتمد عليهم الاعتماد الكلي في الكم الهائل من الماتشات ده. الفكره مقنعه، الرد مقنع، التخطيط مقنع، ولكن انا من وجهة نظري الشخصية المتواضعة شايف يعني ان انت تكون قادر على الاعتماد على اوفا شوبير، لان انت لو ما اديتش اللاعب ده دلوقتي هتديله امتى؟ يعني انا دلوقتي لو ما خليتكش تاخد خبرة، او ما خليتكش تجرب اصلا تشارك في الماتشات، او ما خليتكش ان انت تجرب تتحط في مواقف صعبة، هديلك امتى عشان اطلع اللي عندك؟ كلنا اتفرجنا على ماتش اوفا شوبير في نهائي افريقيا اللي فات، وقلنا اوفا والحمد لله بقى عندنا حارس جامد بعد الشناوي وي 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 وي. دلوقتي في شويه ناس يقول لك لا اصلك اوفا شوبير لسه صغير. هو يا جدعان، ما هو يا حلو يا وحش يا ابيض يا اسود، فكك من شغله الرمادي. ولكن سوري، مجلس الكرة يعني في النادي الاهلي والجهاز الفني وصلوا ل3 قرارات. ايه هم؟ وبناء على طلبات مايكل يانكون ميشيل قصدي على بناء على طلبات ميشيل يانكون، ال3 حراس اللي هقول لك اساميهم دول بالترتيب: علي لطفي، ابو جبل، بسام. حلو كده. اشمعنى علي لطفي؟ لان هو الراجل شايف ان علي لطفي اصلا كان ابن النادي، واحنا كده كده عايزين حارس ذو خبرات لمدة 6 شهور بس. يعني بمجرد ما الشناوي يخف انت هتقعد دكه شهرين وبعدها تتوكل على الله ترجع لفريقك تاني. دي الخطه اللي النادي الاهلي راسمها علشان يجيب حارس جديد الفتره دي علشان خاطر اصابه الشناوي. نتمنى طبعا كلنا عوده علي لطفي، لان كلنا طبعا عارفين مين علي لطفي، وكلنا شفنا علي لطفي واقف كتير للنادي الاهلي يحرس عرينا النادي الاهلي. والنادي الاهلي فعليا في اشد الحاجه ان احنا يبقى عندنا حارس واثنين وثلاثه. بجد 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 انا شايف ان انت يجب عليك الاعتماد القاتل والصارم على مصطفى شوبير عشان تطلع لنفسك حارس جديد او حارس كويس في سن صغير ويقدر يديك كتير قوي. دي وجهة نظري. بص بقى، انا عايز اقول لك على حاجه تانية. الاهلي خبر حلو يعني، بس قبل ما اقوله لك انا عايز اقول لك خبر سيء عن النادي الاهلي، وهو وفاة العمري فاروق. كل التعازي، خالص التعازي لاهل والاستاذ عمرو فاروق نائب رئيس النادي الاهلي. لعمرو فاروق طبعا كلنا كجمهور النادي الاهلي عارفين هو عمل ايه مع النادي وعمل ايه عشان خاطر النادي الاهلي ما يكون في احسن صورة. الف رحمة ونور عليك باذن الله، ربنا يرحم لك ويغفر لك، ويا رب يجعل الفترة الزمنية اللي انت عانيت فيها في مرضك في المستشفى دي بإذن الله كلها في ميزان حسناتك، وإن شاء الله في الجنة ونعمها. وطبعا كل التعازي لأهل أستاذ عمرو فاروق. آخر حاجة عايز أقولها لك عن النادي الأهلي هو إن النادي الأهلي احتل المركز الرابع عالميا لتصنيف الفيفا للإحصائيات والأرقام لسنة 2023. والنادي العربي
الذي يلي الأهلي هو الهلال السعودي في المركز ال 32. ده أول نادي عربي آسيوي أفريقي، فاهم؟ النادي الأهلي محطوط الترتيب بالظبط كده: مانشستر يونايتد، ريال مدريد، انتر ميلان، والنادي الاهلي المصري. طبعا رقم ولا هيزود ولا هينقص في النادي الاهلي المصري، ولكن هو رقم بالنسبه للاحصائيات والتواريخ، هو رقم تاريخي بالنسبه للجماهير الاهلاويه. وما تنساش انت تعمل لايك وشير وكومنت وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل تهويشه.